السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معانا مراجعه فيلم ذا نان الجزء الثاني، ولكن قبل ما نبدا ارجو منكم تهتموا شويه بالدعم. انا هنا بنزل فيديوهات بشكل شبه يومي تقريبا، ومع ذلك الاحصائيات بتاعتنا واقفه وما بنتقدمش الا حاجات بسيطه كل فين وفين. فارجو انكم تهتموا بالدعم شويه عشان انا ما احسش ان مجهودي ده كله بيروح على الفاضي وما بيعملش اي حاجه. يلا بينا نبدأ. بتدور أحداث الجزء الثاني في فرنسا في عام 1956، حيث يقتل عدة كهنة ويبدو أن هناك شر خلف موتهم، وتجد الأخت آيرين نفسها في مواجهة شيطان الراهبة مرة أخرى. والأفضل طبعا إنك قبل ما تشوف الجزء الثاني تكون شفت الجزء الأول عشان تقدر تفهم الأحداث أكتر وتبقى فاهم طبيعة الشخصيات أكتر. وبالنسبة لي الجزء الأول ما كانش أفضل حاجة موجودة وما كانش قد التوقعات، فهل الجزء الثاني هيكون قادر إن هو يعدل الفكرة دي ولا لا؟ نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. من أهم الإيجابيات اللي موجودة معانا في الجزء الثاني إن هو أعاد تقديم شخصية شيطان الراهبة مرة أخرى بشكل افضل من اللي كان اتقدم في الجزء الاول. الجزء الاول تحس ان هو الشخصيه شفناها في ذا كونجرينج الجزء الثاني كانت قويه وكانت رهيبه. جه الجزء الاول قدمها بشكل مش قوي، خلى ان الشخصيه بالنسبه لنا تبقى عاديه بعد ما كانت تحولت ان احنا بنشوف شخصيه مرعبه قدامنا. لا، تقديمها في الجزء الاول ما كانش افضل حاجه. فاللي عمله الجزء الثاني ان هو اعاد تقديم الشخصيه دي مره اخرى، واعاد تقديمها بطريقه قويه ومخيفه. بنشوف في اول مشهد في الفيلم ازاي الشخصيه دي شخصيه مرعبه، والحاجات اللي هي قادره تعملها والخطر اللي قادر ان هو يجي من وراها. بالنسبه للجزء الاول فكان في نقطه كده مش عجباني فيه. الجزء الاول كان موجود فيه كده الموضوع خرج بره اطار الرعب الشيطاني شويه، وتحس ان هو راح ناحيه الزومبي او الوحوش. الطريقه المشاهد الجامب سكير اللي كانت بتحصل الحاجات دي كلها تحس ان هو اصلا الموضوع اقرب لزومبي اقرب ما هو ارواح وشياطين والشغل ده. والنقطه دي هي عامل اساسي من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الجزء الاول. النقطه دي بقى كانت موجوده في الجزء الثاني، ولكن الجزء الثاني قدر ان هو يستغلها وياخدها ويعدل فيها ويعملها بصوره كويسه بالطريقه بقى الافضل ان هي تبقى موجوده فيها. ودي حاجه نحيي عليها الفيلم، لان هو قدر ان هو يشوف مشكله كانت موجوده في الجزء الاول وياخدها يعدلها ويطلعها كمان ويستفيد منها. بالنسبه لرتم الفيلم فرتم الفيلم في معظم الاحيان بيكون كويس، ولكن في بعض الاحيان بيكون بطيء فيها، وبتحس كمان ان في شويه احداث كده وشويه خطوط موجوده في القصه هي عباره عن حشو مش اكتر. في بعض الاحداث اللي هي لو اتشالت مش هتاثر في القصه، وكانت ممكن تاثر من وقت الفيلم اكتر من كده. بجانب كمان ان في بعض المواضيع المستهلكه زي مثلا التنمر. الموضوع ده انا اتكلمت عليه في مراجعه فيلم ذا بوجي مان، قلت ان التنمر ده خلاص بقى حاجه مستهلكه بالنسبه لي. مش لازم بقى كل شويه تبينوا لنا ان اي مدرسه بتيجي لازم تجيبوا لنا جانب التنمر منها. الموضوع ده حصل واتكرر معانا هنا موجود، وبرده من الحاجات الخطوط اللي في القصه اللي ملهاش اهميه. بالنسبه للنهايه فالنهايه كمجمل هي كانت كويسه، ولكن كان فيها بعض الجزئيات كده اللي ما قدرتش ان انا اتخطاها. الفيلم ما قدرش ان هو يقدمها لي بافضل صوره بحيث ان انا ابلعها. في حاجات لا اللي هو انا وقفت معايا، ما كانش لازم تعملوها بالصوره دي. في بعض الحاجات اللي كانت ممكن تتعدل فيها، ولكن النهايه عموما ككل كانت كويس. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. الجزء الثاني من اخراج المخرج مايكل تشافيز. الراجل ده هو اللي عمل الجزء الثالث من فيلم ذا كونجورينج. بالنسبه للاخراج هنا فالاخراج كان رائع وكان متعوب عليه. باين ان في شغل وباين ان في مخرج محب الافلام الرعب وحاول ان هو يبدع على قد ما يقدر في كل المشاهد. هتلاقي التصوير موجود معاك مظبوط، والزوايا والكادرات والالوان والمزيكا كل الحاجات دي معموله بشغل كويس جدا ومتعوب عليها. مشاهد الجامب سكير برضو كانت موجوده، كانت حلوه، وكانت فيها نوعا من الابداع على قدر الامكان وعلى قدر المساحه اللي الفيلم مديها. بالنسبه لي بس المشكله في الاخراج هي كانت في موضوع النهايه، ان في زي ما قلت كده بعض الحاجات اللي ما قدرتش ابلعها من النهايه. ده عيب اخراج. الاخراج هو اللي كان ممكن يعملها بصوره افضل من كده بحيث انها يبقى فيها نوع من الحبكه افضل من اللي كانت موجوده. اما بالنسبه للاداء التمثيلي فالاداء التمثيلي كان كويس جدا من كل الشخصيات اللي كانت موجوده. تيسا فارميجا واضح ان هي هتاخد رايه افلام الرعب من اختها الكبيره فيرا فارميجا. واضح بقى فيرا فارميجا معروفة دايما، عارف اي فيلم رعب بتلاقيها هي موجودة فيه، يا هي يا باتريك ويلسون، واحد شخص من الشخصيتين دول اللي موجودين. فواضح بقى ان اختها هتاخد منها الراية وهتكمل هي في افلام الرعب. قيمة فيلم ذا نان هو 6.5 من 10. الفيلم بالتأكيد افضل من الجزء الاول، ولكن كان فيه افضل من كده. كان ممكن الشخصية دي يطلع منها شغل مرعب اكتر من اللي حصل ده، ولكن في انتظار اجزاء قادمة ممكن يكون فيها الموضوع احسن من الجزئين دول. وبس كده اعزائي المشاهدين، يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير ليه، وتاكدوا بقى ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.